من مدرب يتحدث عن الإفلاس إلى مدرب يصنع التاريخ من رماد الأزمة. برشلونة عاش موسمين مختلفين تماما. تشافي قال لا نستطيع منافسة ريال مدريد. هانز فليك قال أعطني الفريق واتركوا الباقي علي. فمن هو القائد الحقيقي لبرشلونة؟ وقبل البداية لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. موسم 2023-2024 تشافي هرنانديز كان أسطورة فوق العشب، لكن على الخط الجانبي تحول إلى صوت الأزمات. تصريحات متكررة: ما عندنا فلوس، لا نقدر مجاراة ريال مدريد، الفريق يحتاج إلى معجزات، لا نستطيع التعاقد مع لاعب. تصريحات هزت غرفة ملابس برشلونة وهزت ثقة اللاعبين قبل الجمهور، لينتهي المشهد به والخروج من الباب الضيق. والنتائج: لا دوري، لا كاس، ولا دوري أبطال أوروبا. حتى دوري أبطال أوروبا ما كان يتأهل، كان يلعب بليالي الخميس، مما تحول برشلونة إلى سخرية بالجماهير. حتى أيضا أن جماهير ريال مدريد رفعوا لافتات مكتوب عليها تشافي أرجوك ابقى، بسبب النتائج، بسبب أن تشافي هرنانديز كان عقله وتفكيره بالأزمات وتصريح الأزمات، مما أغضب لابورتا وإدارة برشلونة، وتم خروج تشافي من الباب الضيق. لكن على الطرف الثاني جاء الرجل الألماني هانس فليك. دخل الرجل الألماني إلى برشلونة بهدوء، أي هانس فليك، بنفس التشكيلة وميزانية محدودة ويمكن أقل، لكن بعقلية مختلفة، عقلية الأبطال. حول برشلونة إلى ماكينة أهداف، ضغط عالي وانضباط تكتيكي وانتصارات بالكلاسيكو لم يكن يراها جمهور البارسا منذ سنين. دوري أبطال أوروبا تأهل إلى نصف نهائي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى النهائي لولا الظلم التحكيمي الذي تعرض له من مباراة الإنتر. حقيقة وواقع، أنا كمدريدي أعترف بهذه الحقيقة. الدوري الإسباني حققوا، كأس ملك إسبانيا حققوا، وزد على ذلك صعق ريال مدريد 4 انتصارات متتالية لبرشلونة على ريال مدريد هذا الموسم. في موسم واحد أعاد هيبة برشلونة إلى ما كانت عليه سابقا قبل تشافي هرنانديز، وكتب اسمه بحروف من ذهب بجانب بيب غوارديولا في كتب تاريخ برشلونة. تشافي كان يتحدث عن المستحيل، بينما هانز فليك حول المستحيل إلى بطولات. لم يضع يده على خده وبدا صوت الأزمات: لا نملك فلوس، لا نستطيع التعاقد مع لاعبين، لا نستطيع مجاراة ريال مدريد، بل أخرج الطاقة الداخلية بكل لاعب داخل برشلونة. وعلى جمهور البرشلونة أن يفتخر بموسم أسطوري رغم الظروف ورغم النقص العددي ورغم الأزمة المالية، إلا أنه حقق ثلاثية تاريخية. ترفع القبعة للمدرب الألماني. تشافي أحب برشلونة، لكن فليك أعاد له المجد. من هو المدرب الذي كتب التاريخ؟ ومن هو المدرب الذي كاد أن يمحو ما تبقى منه؟ لأن اليوم المقارنة ليست بين مدربين، اليوم المقارنة بين العقلية الانهزامية وعقلية الانتصارات، بين صوت الأزمات وبين صوت البطولات. اكتب لنا رأيك ذلك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد. وكالعادة معكم ماهر أبو سليمان، تحياتي.